كلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو العلمانيون راهو في الوطن العربي بشكل عام هم قلة قليلة، لكنها قلة مؤثرة، هم ملح هذه المنظومات الحاكمة في المربع في الكنتونات العربية. المشكلة أننا وقفنا عند السؤال الاحتجاجي، عند السؤال النقدي، وقفنا عند الرفض. نعم. ولم نتجاوز السؤال النقدي إلى أسئلة البحث عن بدائل. نعم. علينا أن نكف عن لعن الظلام ونشعل الشموع كما يقال. نعم. أنا سبق أن كتبت عن الموازي، بمعنى علينا أن نقاومهم بالموازي، بالتعليم الموازي، بالإعلام الموازي، بالتربية الموازية. نعلم أن مهمة التربية اليوم صعبة جدا، الوالدان ليسوا وحدهما اللذان يتكفلان بتربية الطفل اليوم. العالم كله يربي الطفل معك، المنظومة الرأسمالية العالمية الكونية تربي معك هذا الطفل، لكنك عليك أن تبذل قصارى جهدك حتى تبني طفلك تربية موازية مع هذه التربية الخارجية، تربية المدرسة وتربية الكمبيوتر والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. علينا أن نفكر في شبكات مقاومة، شبكات شعبية للمقاومة، لكن هذه الشبكات طبعا تحتاج إلى تمويل. دائما المال هو قوام الأعمال، في النهاية نحتاج إلى رأس المال. السؤال هو المطروح هنا: أين أثرياء الأمة؟ أثرياء الأمة الملتزمون بهم الأمة، بالهم العام، أين أموالهم؟ أموالهم يجب أن تذهب إلى هذه المقاومة. أعرف أن بناء المساجد أمر جيد، لكن أيضا المبالغة في بناء المساجد اليوم في ظل هذه الهجمة الشرسة على الدين والهوية. المسلمون اليوم مستهدفون في الهوية وعلى الهوية في الآن نفسه. إذا الخطر أكبر بكثير من أن نواجهه في المساجد. صحيح المساجد طبعا، بناء المساجد أمر مطلوب، لكن ايضا عوض ان نبني مسجدين نبني مسجدا واحدا ونمول مشروعا ثقافيا يقاوم هذا المد التغريبي العلماني في الوطن، في العالم العربي والاسلامي. شكرا لك. نعم، وطبعا ديما تحيه الاستاذ مامون. انا اريد ان اقارب ما يحدث اليوم في اسرائيل مقاربه مختلفه. في رايي انا ما يحدث في الكيان اليوم هو شاهد اخر من شواهد ازمه النموذج الديمقراطي في العالم. مدار المظاهرات اليوم هي رفض الإصلاحات القضائية. الإصلاحات القضائية كانت من بين الوعود الانتخابية التي أطلقها نتنياهو خلال حملته الانتخابية، ويفترض ديمقراطيا أنه عليه أن ينفذ ما وعد به، لكنه يصطدم بالشارع. هذا هو مأزق الديمقراطية اليوم في العالم، مش في إسرائيل فقط أو في الكيان الصهيوني فقط. مأزق الديمقراطية هو التنازع الحاد بين شرعية الصندوق وشرعية الشارع، وهو نفس ما يحدث تقريبا في فرنسا في علاقة بماكرون وفي علاقة بقانون التقاعد. أعتقد أن الخشية الحقيقية اليوم مما يحدث في إسرائيل أن يفكر نتنياهو في فتح جبهة قتال جديدة لتشتيت الانتباه عن قضايا الفساد التي تلاحقه. ألا تعتقد أن هذه الخشية أستاذي في محلها أم لا؟ ولو أنه نعرف أنه السياق الدولي والموقف الأمريكي والحرب الأوكرانية كل هذا، وحتى الظرف أو العامل الداخلي الهش في إسرائيل، كل هذا يمنع نتنياهو من الإقدام على خطوة من هذا النوع. لكن ألا تعتقد أن هذا احتمال وارد وقد سبق نتنياهو أن فعلها أم لا؟ صديق، حقيقة ما تفضلت به يعني كلام وجيه جدا يعني، وهذا يعني توسيع للبكار كما يقولون، توسيع لدائرة التفكير بالمنطق أن ما حدث هو أزمة الديمقراطية. نعم، هذا أزمة الصندوق وأزمة الديمقراطية التي وصلت إلى مراحل أنه يعني فقد بعض القيم والقيم الأساسية لقيم الديمقراطية أن تسيطر قيم متطرفة، مثل يعني سيطرة منطق الشذوذ وغيرهم من الافكار المتطرفه والمتطرفين في المجتمعات الغربيه. وصول موسوليني وهتلر وصلوا الى السلطه بالصندوق الانتخابي. يعني هذه ازمه الديمقراطيه. نعم، واتفق معك تماما في هذا الموضوع. لكن هل هذه الازمه ممكن ان تؤدي الى ان يتحرك نتنياهو من اجل يعني اشغال الساحات؟ قد هناك مقاربة منطقية لكنها غير، لكن من الناحية العملية عندما نطبقها على أرض الواقع قد تصطدم بنقاط يعني متعددة. المنطق السياسي يقول أن أي حرب سيفتح يعني نتنياهو سيفتحها